أسوأ وأفشل صفقات الدوري السعودي. اللاعب الجزائري الأصل كريم بنزيما يعتبر حاليا من أسوأ الصفقات التي قام بها صندوق الاستثمارات السعودي لكرة القدم، بعد أن كان هذا اللاعب أفضل لاعب في عام 2022 واللاعب الأفضل بتاريخ ريال مدريد بعد رونالدو طبعا. ففي منتصف عام 2023 أعلن صندوق الاستثمار السعودي لكرة القدم عن صفقة كبرى، حيث تعاقد مع كريم بنزيما نجم ريال مدريد السابق ليصبح أغلى تعاقد بعد رونالدو. كانت هذه الصفقة بمثابة حلم بالنسبة لجماهير الاتحاد الذين أملوا به أن يقودهم لتحقيق الألقاب، ولكن تفاجأنا جميعنا بتراجع مستواه الكبير والصادم في موسمه الأول مع الاتحاد، حيث لم يسجل سوى 11 هدف فقط، وهو رقم متواضع جدا للاعب بحجم إمكانياته. وقد حلل الكثيرون هذا التراجع في المستوى لعدة أسباب، وهي عدم تأقلم اللاعب مع الفريق منذ انضمامه له، وبالأخص خلافه الكبير مع المدرب الذي لم يكن يريد بنزيما من الأساس، وأيضا صدمة بنزيما. فبحسب قوله قد أخبروه أن نادي الاتحاد هو أفضل ناد على مستوى الأندية العربية، ولكنه تفاجأ بعد توقيعه للعقد ووصوله للسعودية بعكس ذلك تماما. وأيضا تقدم عمر بنزيما البالغ 35 عام، حيث أراد أن يكون في مكان يرتاح به وفي نفس الوقت يحصل على أموال كبيرة، وخروجه من ضغط الدوري الأوروبي. ولكنه وجد ضغط كبير جدا عليه، خاصة أن النادي أراد منه أن يحقق لهم الألقاب، مع أن نادي الاتحاد معروف أنه ليس بمستوى النصر أو الهلال. وكثرة الإصابات التي تعرض لها منذ لعبه مع نادي الاتحاد، وربما يحتاج بنزيما إلى الوقت للتأقلم مع جو اللعب في السعودية أو الانتقال لناد آخر، وبرأيي يجب أن يكون الهلال، ويكون بديلا لنيمار الذي لم يقدم أي شيء مع نادي الهلال.